رحلة عمر شاقة رسمت خطوط التعب على وجوه لا تزال تسير بركب العمالة الهامشية، تمثلت بكبار السن الذين ملأوا الأسواق مفترشين الرصيف، وآخرين فضلوا العمل بواسطه بحثا عن رزق لا يكاد أن يسد رمق عيشهم، غير مبالين لكرامتهم المهدورة، سيما وإنهم أخذوا يزاحمون الشباب بالعمل. أول ما مجاهدة بالسوق وبديت عايشة أطفالي وجاهد إلى 25 سنة. اللي اشتغلنا لا والله وروشنا وحصلنا كيفت أطفالي، والماكو قعدت هذا بيضة هذا خبزة بدهنة هذا أنا ونص طيبة أنا ورزقك شنو اليومية هذا الشغل. والله دول اثنين عد بيهم تكسير دم والله بصفار بيهم عد بيهم تكسير دم اثنين وكون هسه اجوا التحليل عدوا اثنين بيهم تكسير دم ثمانية وهي إلي أنا شهر قاعدة بلا جار 59 سنة وعندي 4 بنات عيشتهن وكبريتهن ووديتهن بسكونة خلاص من عندهن زوجيتهن كل شيء ما عندي ورجلي مشلول وعد مرتي الثانية وما عندي لا وليد ولا بني طرق عمري ولا حصلهن ذني قاعدة بالسوق ولا حصلهن أوديهن لهم. صار لي 30 سنة أنا قاعدة بالسوق أبيعن، عمري 40 سنة وعندي 4 زعاطيط وواحد معوق وقاعدة بالمتجاوزين وغرفة خر علي مالطين وكل شيء ما عندي ورجلي متوفي. صار لي 15 سنة من مات وهاي عيشتي برقبتي لا أطلع أبيعن أكلت ما عندي قاعد بسكتت. وبحسب المقاييس العلمية والنفسية إن عمالة كبار السن وخاصة النساء تعتبر من الأمور المهينة لكرامتهن التي تعطي انطباعا أن المجتمع أخذ يسير نحو الانهيار نتيجة الآثار السلبية التي يتركها بنفوس الآخرين، هو أن التراكمات والمشاكل الاجتماعية أخذت تزيد من أعدادهن بالعمل السلبي الذي لا يوفر أدنى متطلبات المعيشة. المرأة معالة أصلا من قبل الرجل من الناحية الشرعية والقانونية وحتى من الناحية العرفية. ظروف مجتمعنا يا أخي جابت لنا ظواهر غريبة خلتنا نتخلق عن كثير من قيمنا، منها هي ظاهرة عمالة النساء كبيرات السن ومزاحمتها لذوي المهن أيضا المتدنية واللي اللي يمكن أنه يلجؤوا لها الكثير من الشباب ويحملون شهادات في سبيل أن يسترون على حالهم ويشوفون أنه في جانب منهم تعمل نساء أكبر من أمهاتهم بسبب ظروفها التعبان. هذه الظاهرة حقيقة تؤشر لنا جزء من الخلل بنظام الرعاية الاجتماعية ونظام أيضا نرجع عليه المسؤولية المجتمعية والتكليف الشرعي والقانوني والعرفي لمن عليه واجب إعالة هذه الشريحة الاجتماعية، وتقصير الدولة بحكم عدم جدية أو تنظيم برامج الرعاية الاجتماعية. فيفترض أنه هؤلاء الكبيرات السن أن نفتشن عن مصدر للدخل أو عن مجال للرعاية الاجتماعية بحيث تحفظ لهن وقارهن وهيبتهن، خاصة هن نساء وأصلا مثل ما سبقت بالقول غير مكلفات بالإعالة وغير قادرات على العمل، فكيف وهي تعمل بأعمال متدنية. عدم النظر لحاجة المرأة سيما كبيرات السن منهن والأسباب التي وقفت وراء مزاولتهن للأعمال الهامشية، ولم توضع الحلول الناجعة نتيجة انعدام البرامج ورداءة المقدم منها، لم تستطع جميعها معالجة أي موضوع متعلق بعمالتهن مقارنة مع ما عرض من برامج وأطروحات سياسية قبل الانتخابات وبعدها، ما يدعو إلى إعادة النظر بمعالجة قضية البطالة وقوانين الضمان الاجتماعي بحسب المختصين. هدر الكرامة الإنسانية للمرأة بشكل خاص، لكبير السن بشكل عام والمرأة كبيرة السن بشكل خاص راح يكون مسألة طبيعية جدا داخل السن. مشكلتها الأساسية أنه ما حد ينظر لهذه الفكرة لحاجة المرأة ورداءة مستوى حتى البرامج اللي قدمت. يعني احنا على قلة البرامج اللي تقدم للمجتمع العراقي لتلافي هذه المشكلات، مشكلات المهن الهامشية، مشكلات البطالة، مشكلات على رداءة هذه البرامج اللي قدمت هي قليلة للغاية، يعني ما تكاد تقاس بما يعني سمع عن المواطن
بالبرامج السياسية بالانتخابات. يعني هي يمكن 10 عشان ما سمعناه بالانتخابات ما جاي ينفذ اليوم. يبدو أن العادات والتقاليد المتعلقة بعمالة كبار السن خاصة النساء استثنتهن من شروط الالتزام بها ليسيرن بمشوارهن وسط غياب البرامج الحكومية والإنسانية بتقدير حجم المشكلة ووضع الحلول لها. لبرنامج صباح الحرية، محمد إسماعيل، الديوانية.